في منطقة السيدة زينب جنب الجامع الكبير، في حارة ضيقة مشهورة إنها بتخلى اللي يدخلها بالليل يندم. كانت ست بتظهر كل ليلة جمعة في نفس المكان، قاعدة على الرصيف لابسة أسود، محدش يعرف هي مين. الجيران سموها المرأة المرعبة. مصطفى شاب تلاتيني عايش في السيدة زينب من وهو صغير. كل يوم يعدي جنب الحارة دي، وكل يوم كان يشوفها قاعدة. في الأول كان بيخاف، بس مع الوقت بدأ يحس إنها بتستناه وإن عيونها بتتابعه من بعيد. مرة قرر يقرب منها، لقاها بتضحك بصوت غريب وبتقوله: استنيتك يا مصطفى، أنا عرفتك من زمان. مصطفى صدم، إزاي تعرفه وهي مش شافه قبل كده؟ فضول الناس حطه، ابتدى يراقبها من بعيد. كانت بتختفي فجأة وتظهر في نفس المكان. سأل الجيران، قالوا له: يا ابني دي ست من زمان زمان، بيقولوا إنها ماتت من 50 سنة، لكن روحها بتظهر كل ليلة جمعة، بتستنى حد يعدي عليها عشان تاخد منه حاجة. مصطفى ما صدقش. في ليلة جمعة وهو راجع من شغله متأخر، الجو كان ضلمة وبرد. حس إنها قاعدة في مكانها، بس المرة دي مختلفة. كانت قاعدة في ركن الجدار وبتحدق فيه. قرب منها، لقاها بتضحك وقالت: أنا مش عايزاك، أنا عايز اللي جواك. مصطفى حس ببرود في جسمه وأغمى عليه. صحى الصبح في البيت ما يعرفش هو جاب الطريق إزاي. بعد الليلة دي مصطفى اتغير، بطل يخرج من البيت بالليل وبقى يشوف حاجات غريبة. مرة شاف وشها في ركن الأوضة بتاعت بيته، مرة سمع صوتها تنادي عليه من تحت السرير. أهله خافوا عليه، جابوا شيخ يقراله. الشيخ قال: في حاجة متعلقة بيك من زمان عايزة تتملكك، دي روح ست قديمة ماتت مقهورة في الحارة دي وبتستنى حد ياخد مكانها. مصطفى قرر يواجهها. رجع للحارة في الليل، لقاها قاعدة في نفس المكان. قال لها: إيه اللي انت عايزاه مني؟ قالت له: أنا عايشة في الحارة دي من 50 سنة، مستنية حد ياخد مكاني عشان ارتاح. انت اخترتك، هتبقى انت اللي هتشغل المكان ده بعدي. مصطفى صرخ وقال: أنا مش عاوز مكانك. ضحكت وقالت: الاختيار مش بإيدك، أنا اخترتك من زمان. من ساعتها مصطفى مختفي. الجيران بيقولوا إنه بقاله شهر ما خرجش من بيته، بس في كل ليلة جمعة اللي يعدي في الحارة دي بيشوف شخص قاعد في نفس المكان لابس أسود، محدش يعرف هو مين. بيقولوا إنه مصطفى، وإن المرأة المرعبة أخيراً استريحت وريحوا هو مكانها، والناس دلوقتي سموها الراجل المرعب. عجبك الفيديو؟ اشترك في القناة وفعل الجرس، ولو خفت ما تنساش تشير لأصحابك. كل يوم الساعة 11:30 مساء بتوقيت مصر فيديو جديد أقوى من اللي قبله. أنا منتظرك.